انفعال رضا عبد العال على حكم مباراة الزمالك وبروكسي بسبب انحيازه للزمالك. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر الغريب ده، لو انت اهلاوي اصيل اشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الاهلي. بعد فوز الزمالك على بروكسي، بعد ان امتدت المباراة الى اوقات اضافية، ولكن اثار حكم هذه المباراة الجدل، فقد دخل على الخط فورا رضا عبد العال وقال: والله العظيم الزمالك يستحق الخسارة النهاردة، والحكم وليد عبد الرازق ده هو اللي وقف جنب الزمالك وظلم بروكسي. بروكسي له ضربتين جزاء، واحدة في الشوط التاني وضربة جزاء تانية في الشوط الرابع. المفروض بروكسي هو اللي يفوز والله في المباراة دي. الحكم فرم بروكسي النهاردة، كل ده عشان الحكم وليد عبد الرازق الفاشل الفاسد المرتشي خايف من مرتضى منصور انه يطلع يشتمه ويهزقه على هذه المباراة. فين العدل؟ لو في عدل النهاردة بروكسي والله يكسب مرتاح اقل حاجة 3-4. ده ضيع فرص النهاردة بالجملة، ولكن الحكم الظالم ضيع الماتش عليهم. والله حرام اللي حصل النهاردة. وفي الاخر كل الاعلام الزملكاوي وخالد الغندور وميدو ومرتضى منصور يطلعوا يقولوا اصل الزمالك بيتعرض لمؤامره. مؤامره ايه يا ابو مؤامره انت وهو؟ ده انتم اساس المؤامره. لو في عدل المفروض تطلعوا النهارده وتقولوا الحقيقه، تقولوا مين اللي يستحق الفوز في ماتش النهارده. بس هنقول لمين؟ انتوا واخدين ان كل حاجه مؤامره على الزمالك. وده كان تعليق رضا عبد العال على فوز الزمالك على بروكسي بفضيحة تحكيمية. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك القناة. وختاما لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله.